عم قلب على السوشيال ميديا وبيظهر لي مقاطع لبعض العلماء أو المشايخ اللي بيحكوا فيها عن تحريم بعض الأمور اللي الناس متعودة تشوفها عادية، مثل مقطع الشيخ عثمان الخميس اللي انسأل فيه عن ترند الصور بالذكاء الاصطناعي، واللي قال فيه صراحة: هل يجوز أن أستخدم برنامج الصور التي تحول صورتي إلى رسمة؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني الصور، يعني بعض أهل العلم يعني أفتى بجواز الصور، يعني من باب أنها ليست من التشبه بخلق الله، أن هذه صورتك، هذا خلق الله. لكن لما تحول إلى رسمة خاصة بعد إذا عبث بها، هذا لا يجوز. وأول ما انتشر المقطع بعض الناس بيتفاجئوا، لأنه بالنسبة لكثير منهم الذكاء الاصطناعي لرسم الصور هو مجرد تسلية أو إبداع فني. لكن فجأة لما سمعوا الحكم الشرعي حسوا وكأنه الدين عم يمنعهم من شيء جميل وحديث بحياتهم، وردة الفعل بالتعليقات كانت عبارة عن: كرهتونا بالدين. يعني تعليقات فيها سخرية واضحة من كلام أهل العلم، وكأنه الشيخ عثمان جاب الحكم من عنده مو من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والغريب إنه نفس الشخص لو راح عند دكتور وقال له: الدكتور لازم تبطل سكر، لازم تقلل دهون، لازم تتحرك أكثر، ما بيرد عليه وبيقول له كرهتونا بالأكل. ولا بيروح على شرطة المرور بعد ما يكتبوا المخالفة ويقول له كرهتونا بالسواقة. بس يوصل الموضوع للدين ولما يجي حدا يذكره بالصلاة أو ينبهه على شيء عم يعمله حرام، فجأة بيستل لسانه الصليط وبيكتب لك كرهتونا بالدين. طيب ليش بنقبل القيود من كل الجهات إلا إذا كانت من الدين ما بنقبلها؟ ليش إذا شفت لافتة مكتوب عليها احذر منطقة ألغام بتلتزم ومستعد تشكر اللي كتب اللافتة لأنه أنقذك، بينما إذا إجا حدا ينقذك من معصية ويقول لك وتلك حدود الله فلا تقربوها، فجأة بيتغير لونك وبتكتب كرهتونا بالدين. بس المشكلة إننا تعودنا على الغلط، ولما حدا يذكرنا بالصح منحس كأنه جاي يهدم عالم كامل من عاداتنا. لكن العادات ما بتحلل ولا بتحرم، اللي بيحلل واللي بيحرم حكم من الله سبحانه وتعالى، مو إحساسنا ولا مشاعرنا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني لما يجيك الحكم من رب العالمين ما بحق لك تعترض عليه، فضلا عن إنك تسخر منه. هاي الناس ما حدا طالب منها تصير ملائكة، نحن كلنا بشر وبنغلط، بس فرق كبير بين اللي بيغلط ويستغفر وبين اللي يغلط ويسخر ويستنكر. الدين ما إجا يعكر صفوة حياتك، الدين إجا ينقذك من نفسك ومن شهواتك ومن ذنب ممكن تضحك فيه اليوم وتبكي منه بعدين للأبد. فالله سبحانه وتعالى ما نهانا عن شيء إلا وفيه ضرر، وما أمر بشيء إلا وفيه صلاح وسعادة إلنا بالدنيا والآخرة. فبدل ما تقول كرهتونا بالدين، جرب تستغفر ربك وتقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والسلام عليكم.